وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم الدكر البط دي زي ما احنا شايفين كده. عملت معاكم الدكر البط ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، مع احلى شويه محشي ما شاء الله. احلى اكله في الشتاء، اكله حلوه قوي وبتدفي ما شاء الله، ريحتها حلوه قوي. تعالوا بينا يلا يا حبايبي على اول طريقه لعمل الدكر البط. طريقة سهلة وبسيطة وعلى قد الايد وممكن اي حد يعملها، وبتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسونوش في اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. تعالوا بينا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايبي هعمل معاكم الدكر الحلو ده. انا ماسكاه دبحاه ومنضفاه حلو ونقعاه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله. ونقعاه في ميه وليمون وملح ودقيق وخل، وطلعته دلوقتي كده. انا دلوقتي هبدا ان انا هعمله معاكم، وهعمل معاكم برضو محشي. بس انا ما شاء الله انا كنت عامله معاكم محشي قبل كده، ان شاء الله بقى اوريهولكم مع الدكر الحلو ده بسم الله ما شاء الله. وبتمنى ان وصفاتي كلها تكون على قد الايد واكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. تعالوا بينا يلا يا حبايبي نعمل معاكم الدكر الحلو ده. برضو يا حبايبي انا سلقه الكرنب اهون ما شاء الله. انا وريتكم برضو حلقه قبل كده عن سلق الكرنب، شايفين ما شاء الله. احنا بنحب نعمل المحشي في الشتاء ما شاء الله، مش عايزه اقول لكم على طعمه، بيبقى حلو قوي واحلى اكله في الشتاء، بتدفي كده وبتبقى حلوه ما شاء الله. وهوريكم برضو انا قليت التقليه برضو، انا عملتها معاكم قبل كده. تعالوا بينا يلا يا حبايبي. حبايبي تقليه المحشي انا عامله لها 3-4 بصلات، المحشي بيحب البصل. وعامله لها شفشق طماطم ما شاء الله، الطماطم حمراء وحلوه ازاي. ودلوقتي انا ان شاء الله هحشي بقى المحشي، هلفه وما اخلص لف المحشي هوريكم برضو الدكر البط مع المحشي. تعالوا بينا يلا نعمل دكر البط مع بعض. وده كده يا حبايبي الدكر اهون، انا نزلت بيه في الحله زي ما احنا شايفين كده، نزلت بالحاجه بتاعته كلها، بسيبه يتشوح الاول، وبعد ما يتشوح بنزل عليه بالحاجه بتاعته زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. قبل ما نعمل حاجه طبعا لازم نسمي عشان الحاجه تبقى فيها بركه وبتبقى حلوه. هسيبه بقى يتشوح شويه وانزل عليه بالحاجه بتاعته. احنا شايفين يا حبايبي ما شاء الله اتشوح حلو اهون، حتى لونه اتغير معانا. لازم تسيبي الحاجه الاول تتشوح، بيبقى طعمها حلو قوي. هنزل عليه كده دلوقتي بالفلفل الاسمر كده، حبه فلفل اسمر كده بيدي طعم حلو قوي. ومعايا طبق طماطم، طماطميتين على بصلتين، هنزل كده بالحاجه دي واسيب بقى الحاجه دي ان يعني ايه تتشوح مع بعضها كده. واوريكم برضو انا بغلي له ميه، لازم بعمل اي حاجه بغلي لها ميه، حتى اللحمه بغلي لها ميه عشان ايه انزل على الحاجه كده تبقى يعني ايه ما تجمدش مننا، تبقى ميه سخنه تبقى حلوه، تبقى تستوي على طول. فانا دلوقتي بسخن برضو معاكم حله ميه على ما الدكر يتشوح شويه في الحاجه بتاعته وارجع لكم تاني. والدكر معاكم يا حبايبي بيتشوح زي ما قلت لكم. انا طبعا انا غاليه له ميه، هنزل كده بالميه المغليه زي ما قلت لكم. الميه تكون مغليه، اما الميه بتبقى مغليه ما شاء الله الحاجه بتستوي معانا على طول. شايفين ما شاء الله الميه منها مغليه بتغلي معانا على طول ازاي، وهتسوي الدكر دي معانا على طول، مش هياخد معانا اي وقت خالص. انا عارفه طبعا ان كلكم يعني عارفين يعني الطريقه دي، بس انا في ناس ممكن ما تكونش عارفاها،
فانا حبيت ان انا اعملها معاكم. هي طريقة سهلة وبسيطة وعلى قد الايد، وممكن اي حد يعملها. الدكر، تشويحة الدكر الاول، الدكر البط، وبعدين نسيبه يتشوح حلو وننزل عليه بالمية المغلية زي ما احنا شايفين كده. المية غليت معانا ازاي على طول. المية دي ما شاء الله تعمل شوربة دلوقتي، وما طلعش معانا ريم ولا اي حاجة زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، عشان منضفاه حلو. هسيبه برضو دلوقتي يستوي وارجع لكم تاني بعد ما يستوي كده اوريهولكم. وطبعا لو عمل الريمة دي كده معانا، الريمة دي لازم تتشال. شايفين يا حبايبي؟ دي لازم تتشال وتنضفي تنضفيه من اي حاجة كده عشان الشوربة تطلع معاكي حلوة. ده الريمة دي لازم تطلع طبعا في اي حاجة، فانت لازم تطلعيها عشان الشوربة بتاعتك تبقى نضيفة وحلوة زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا هطلع الريمة دي كلها واسيبه يستوي وارجع لكم تاني بعد ما يستوي كده. حبايبي الدكر استوى اهون، شايفين ما شاء الله. لما يكون مفتح معانا كده، ما يكون مفتح معانا كده بالشكل ده كده، بيبقى خلاص استوى معانا زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. الشوربة بتاعته انا زودت بقى المحشي والشوربة هي ما شاء الله. الشوربة بتاعته حلوة قوي زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هحمره واوريكم برضو المحشي مع دكر البط. دكر البط دون مع المحشي في الشتاء مش عايزه اقول لكم. ومزوده المحشي بشوربه الدكر ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، مش عايزه اقول لكم عليه. تعالوا بينا يلا حبيبي نحمر الاول الدكر مع بعض واوريكم الاكله الحلوه اللي في الشتاء دي ما شاء الله. حبايبي النتيجه الاخيره كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. احلى دكر بط زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. محمراه حلو قوي ما شاء الله عليه، ومستوي حلو قوي معانا. دي كانت اكلتنا النهارده مع احلى شويه محشي في الشتاء اللي احنا فيه دون ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. احلى اكله في الشتاء بحبها. بتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونوش في لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامه.